انا اهلي اللي هم المفروض بيحبوا ولادهم. اهلي اكتر ناس بيتريقوا عليا وبيتنمروا عليا، بيتنمروا على شكلي، بيتنمروا على جسمي، بيقارنوني بقرايبي. ازيكم يا جماعه؟ انا النهارده فاتحه الفيديو وانا حرفيا مش محدده النقطه اللي انا هتكلم فيها، ولكن انا حبيت اتكلم فيها. نزلت اسك من فتره على الانستجرام. اللي ما يعرفش الانستجرام بتاعي اسمه اميره سامي 998، انا هسيب لكم اسمه تحت كده. في ناس كتير سالتني، قالت لي هو انا ليه يا اميره الناس ما بتحبنيش، او ليه يا اميره صحابي بعدوا عني؟ انا اتخذلت من صديقتي. انا اهلي اللي هم المفروض بيحبوا ولادهم. اهلي اكتر ناس بيتريقوا عليا وبيتنمروا عليا، بيتنمروا على شكلي، بيتنمروا على جسمي، بيقارنوني بقرايبي. انت ليه مش حلوه زي بنت خالتك؟ انت ليه مش جميله زي بنت خالتك؟ انت ليه مش بتحطي ميك اب زي بنت خالتك؟ انت ليه جسمك مش حلو زي بنت خالتك؟ انت ايه اللبس ده؟ ايه الستايل اللي انت لابساه ده؟ يا ماما انا مرتاحه في اللبس ده، يا بابا انا مرتاحه في اللبس ده. لا 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 لا، مش شكله بناتي، اعملي زي بنت خالتك. طب انا ليه صحابي بيفضلوا يتريقوا عليا؟ ليه بيستهونوا بكلامي؟ ليه لما بحكي لهم حلم من احلامي بيقولوا لي انت عبيطه؟ دي حاجه بعيده قوي، دي حاجه كبيره قوي عليكي. ليه صحابي ساعات بيتريقوا عليا، وساعات بيتريقوا على احلامي، سواء احلامي على شكلي، على جسمي، على لبسي، على البوستات، على الصور. ليه الناس بتتريق عليا وليه بيقولوا لي كومنتات وحشه؟ وانتوا ليه بتهتموا حرفيا بكلام الناس دي؟ سواء اهلكوا، سواء صحابكوا، سواء حد في الكومنتات عادي، حد ما تعرفوش. ليه بتهتموا بالناس دي؟ حرفيا يعني هتقولوا اهلي علشان هم اهلي وهم اللي بيأثروا عليك. انا عارفه ان اهلكوا طبعا اهم حاجه، ودول ناس انتوا ما اخترتوهمش وما عرفتوش ان انتوا تختاروهم. اتولدتوا لقيتوهم. طب هما بيقولوا لكم كلام سلبي، طب احنا نعمل ايه؟ نعمل الثقة بالنفس. والثقة بالنفس علشان تبنيها ما ينفعش تبنيها بناء على حاجة واحدة. ما ينفعش ابنيها مثلا بناء انا شكلي حلو فانا هعمل ثقة في نفسي، انا احلى واحدة، انا احلى واحدة، انا احلى واحدة. فلما الاقي واحدة احلى مني الاقي في insecurities بدأت تحصل، او انا جسمي حلو وانا مش عارفة ايه، انا ايه. لو اي حاجة حصلت لجسمي الثقة دي تتهز. الثقة دي عاملة زي العمارة كده لما بتتبني، لازم يكون من الجذور بتاعتها لازم تكون مبنية كويس عشان ما تتهدش بسهولة. وكذلك الثقة في النفس، لازم تكونوا واثقين من نفسكم. لان انتوا لو واثقين من نفسكم، واثقين ان انا ستايلي عاجبني، انا بلبس اللي شايفاه حلو بالنسبة لي، بلبس الستايل ده. ممكن انت بالنسبة لك ايه العفانة دي، ايه البيئة دي، ايه الستايل الغريب ده، بس انا بالنسبة لي مريح، انا بالنسبة لي كويس. وبعدين معلش، صحابكم اللي بيتريقوا عليكم، سواء صحابكم سواء ناس ما تعرفوهاش مثلا على السوشيال ميديا بيتريقوا عليكم في كومنتات، الناس دي مش بتدفع لكم فلوس عشان تجيبوا اللبس ده. يعني انا لو واحده قالت لي اميره ايه الستايل ده يا بنتي، انتي شكلك وحش قوي بيه، هو انتي اديتيني فلوس عشان اجيبه؟ بتديني فلوس عشان اجيب؟ هاتي فلوس وهجيب لك الحاجه اللي انتي على مزاجك. يعني هاتي فلوس وانا هشتري الحاجه اللي انتي عايزاها بالفلوس اللي انتي هتديها لي. ليكي حريه الراي. بس انتي ما بتدينيش فلوس وما بتدينيش حافز، ما بتزوديش حاجة في حياتي معينة. يعني انا حياتي ماشية 1 2 3. هل انتي مثلا ساعدتيني في حياتي؟ هل انتي بتديني فلوس؟ هل انتي بتساعديني ان انتي تفرحيني في وقت ما انا اكون زعلانة؟ هل انتي مثلا عامل مهم جدا في حياتي لو انا خسرته حياتي هتتدمر؟ انتي ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. فليه اهتم بكلام شخص لا يعني اي شيء؟ يعني ولا يعني بخير ولا يعني بشر، لا يعني ليه بأي شيء، حد ماليش، ما بيساعدنيش في أي حاجة. ليه أهتم بكلام شخص زي ده؟ ليه ما يكونش هو البيئة؟ ليه ما يكونش هو الستايل وحش؟ ممكن، والله ممكن. أنا بلاقي في ناس مثلا بيكون ستايلهم جميل جدا، لابسين حاجات فاشنبل لدرجة ان في ناس العادية اللي هي ستايلها عادي بتتريق عليهم. بحس ان هما يعني انتوا لو حد بقى في الفاشن، في الفاشن كده بص عليكم هيقول ايه الستايل المعفن ده. بس عايزه افكركم بحاجه، الناس اللي بتتريق على غيرها والناس اللي بتفضل تنشر الكلام الوحش والسلبي، تفضل تقولك انت مش هتقدري، مش هتوصلي، ايه يا بنتي الحلم ده، ايه الهبل ده،
ايه الناس اللي بتتريق عليكوا دي هي اكتر ناس كارهه نفسها. تخيلوا كده معايا ان انتوا مثلا، انا كشخص، انا كإنسانة عندي زي ما عندكم عندي 24 ساعة في اليوم. لو انا عندي طموح وعندي هدف، اول حاجة هبص ليها اهدافي. انا بدل ما انا اول حاجة هبص ليها اهدافي، ولكن قبل اهدافي هبص ان انا ازاي احب نفسي. هقعد مع نفسي، عامه النفس عشان تعرفوها وعشان تفهموا نفسكم وتعرفوا انتوا بتفكروا ازاي والليميت بتاعكم ايه، مع ان ما لكمش ليميت على فكره، بس بتفكروا ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها في الحياه، وان انتوا بتقدروا تتقبلوا عيوبكم قدام نفسكم. بداية تقبل عيوبكم قدام نفسكم دي هي بداية ان انتوا تقدروا تحققوا اي حاجة انتوا عايزينها. خلاص بتقدروا نفسكم وبتعرفوا ان انا كأميرة انا مستاهلش يكون في حياتي شخص بيعاملني بالشكل ده. انا كأميرة مستاهلش ان انا يكون في حياتي حد بيكلمني بالطريقة السلبية دي. انا كأميرة ما احبش ان حد يكلمني بالطريقة دي، لان انا محب. حتى لو انت مثلا كأنت ممكن تقبلها على نفسك اوكي، بس ده مش معناه ان انا لازم اقبلها. لما اوصل لكده ده معناه ان انا وصلت لحب الذات، ان انا خلاص بقيت بقدرني وبحترم نفسي وبحبني. فده يخلي الناس كلها التانية غصب عنها لازم تحترمك، لان هي لو ما احترمتكش بره، اطلع بره، ملكوش اي وجود في حياتي، ما بتساعدونيش في اي حاجه في حياتي. لو انتوا هتزودوا لي حاجه هتتعبني نفسيا اطلعوا بره. ليه؟ عشان ما عنديش وقت. زي ما قلت لكم اليوم فيه 24 ساعه. انت هنا، والشخص اللي عنده اهداف واحلام بيحاول يسعى لها كل يوم هنا، والشخص اللي بيفضل يعمل كومنتات وحشة ويتريق على الناس ويجادج them، يحكم عليهم هنا. احنا التلاتة عندنا 24 ساعة، نفس ال 24 ساعة، بس انت بنفسك بتقدر تقرر ال 24 ساعة دي انت هتستغلها في ايه. الشخص الناجح اللي هو بيحب نفسه اساسا، اللي واثق من نفسه، هيقولك انا في كل دقيقة عايز اعيشها حلوة بشكل كويس. فهيبتدي الصبح بقى ورك اوتس، يعمل تمارين، ياكل اكل صحي. ده طبعا كده التمارين والاكل الصحي بيخلوا نفسيتك مرتاحة، بتلاقي نفسك نفسيتك مرتاحة. بعدين بتلاقي نفسك ان عندك جول معين، عندك هدف معين عايز توصل له، سواء دراسة، سواء شغل، سواء بيزنس، سواء سفر، سواء اي حاجة. بيقدر يركز عليه انا هوصل للموضوع ده ازاي. انا لو دراسة مثلا انا محتاجة مثلا كذا كذا، انمي كذا كذا عندي، بيبدأ خلاص يشتغل ورا الحاجات اللي هو لازم يشتغل عليها في اليوم ده. انا النهاردة لازم اعمل كذا 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 كذا. بيفضلوا قاعدين مركزين كل تركيزهم على طموحهم وهدفهم، وان هم مش عايزين يضيعوا اي دقيقة، لدرجة بيحسوا ان ال 24 ساعة دول قليلين جدا جدا جدا، لدرجة ان هما بيبقوا مستخسرين يناموا، بيبقوا مستخسرين الوقت اللي هيناموا فيه عشان يومهم بيكون فل كومبليت. انا بعمل ورك اوت، باكل اكل صحي، بخرج مع الناس اللي بيحبوني وان انا بحبهم، بقضي كواليتي تايم فعلا، يعني وقت فعلا في راحة نفسية وفي تفكير بالمستقبل بيخليني مبسوط. وفي نفس الوقت برضو بقعد مع أهلي، بشوف علاقتي مع ربنا، بقرا كتاب عشان أثقف ده، بعمل كل حاجة وفي الآخر بنام. مفيش وقت بقى. بيبقى بقى ايه، انا عشان مركز على نفسي، انا مركزة على نفسي، يعني انا كأميرة برضو مركزة على نفسي، فمفيش وقت ان انا اكره اي حد، مفيش وقت ان انا اروح واتريق على ده، ولا اروح واتريق على جسم ده، ولا لبس ده، ولا طريقة الاكل دي، ولا ستايل ذوق الاكل ده. دي كده الناس اللي هي هنا. الناس اللي في النص هي الناس اللي دايما بتاخد الكلام السلبي على قلبها، وانا ليه الدنيا مأزمة معايا كده، وانا ليه حياتي كده، وانا ليه كل الناس اللي حواليا وحشين كده، انا ليه باخد الانتقادات دي. بيفضلوا يأتراكتوا الحاجات السلبية. فالناس السلبية بتكتر في حياتهم، لان هم مركزين كل تركيزهم مش على حياتهم، مش على اهدافهم، ولكن على الكلام السلبي. فالسلبي بيجيب سلبي بيجيب سلبي بيجيب سلبي، لدرجة ان هم ما بيتقدروش خلاص تشوفوا الحاجة الإيجابية، ما بتقدروش تشوفوا مين فعلا بيحبنا، ما بتقدروش تشوفوا اللي انتوا تستحقوه فعلا، ما بتقدروش تشوفوا الناس الكويسة، عشان انتوا كل تركيزكم بيكون على الناس الوحشة دي. يا الناس الوحشة دي
تعبينكوا نفسكوا ان انتوا تتخلصوا منهم، يا اما الناس الوحشه دي تعبينكوا بس انتوا عايزين تغيروهم للاحسن وهما مش هيتغيروا للاحسن. فقوموا، اللي يتريق عليكوا، اللي يتنمر عليكوا، اللي يحاول يهز ثقتك في نفسه، ارموهم حرفيا. كانهم، بصوا انا بعتبرهم حياتي، انا بتكلم عنهم واقول ده عفن. العفن ده لو انا خليته جنب حاجه حلوه هيعفن الحاجه الحلوه. الناس اللي هي بتتنمر عليكوا او الناس اللي بتكتب كومنتات سلبيه بحجه نصيحه، دول عفن، دول مش ناس، دول عفن. والعفن ده لو قعد جنب حاجه حلوه هيبوظها وهيعفنها، فمش هيكون في حاجه حلوه في حياتكم. فانتوا تعملوا ايه؟ انا مثلا كأميرة لما بلاقي كومنتات سلبيه بمسحها. انا مش هضيع دقيقه من عمري علشان اغير وجهة نظرك، وانا مش هضيع دقيقة من عمري علشان اخليك بني ادم، مش هضيع دقيقة من عمري اعلمك ان انت ازاي تكون انسان مثقف او انسان محترم او انسان متربي. على الاقل تكون انسان متربي. انا مش هضيع دقيقة اعلمك حاجة انت عمرك ما اتعلمتها. انت انسان مش متربي، انسان كاره حياتك، لان خلوا بالكم الناس اللي بتتريق عليكم دي هي ناس كارهة حياتها، ناس كارهة نفسها. فهتبقى يعني تخيل انسان كاره حياته وكاره عيشته، هيعمل ايه؟ هيكره غيره. طب وبعدين لما يكره غيره حياته هتبقى جحيم. وحياته مش هتبقى جحيم بس لمدة معينة، هتبقى جحيم طول حياته. كل حاجة وحشة شايفها، نفسيته وحشة، شكله وحش، جسمه وحش، كل حاجة عشان هو شايف نفسه وحش، فشايف الناس كلها وحشة عشان هو وحش، مش عشان هو وحش كشكل، عشان هو هنا وحش، مش متربي، مش محترم، مش كويس. فاحنا ليه ناخد بالنا منهم؟ ليه نديهم مساحتهم؟ انت مش انت عندك عقدة نفسية، عندك حاجة angry issues، عندك مشكلة مع التواصل، روح تعالج عند دكتور. بس ما تجيش تتريق عليا وتقولي انا بتريق عليكي علشان انتي تستاهلي وعشان انتي لازم تسمعي كلامي انا عشان دي نصيحة. لا، انت ما بتدينيش فلوس، انت ما اديتنيش فلوس، انت ما بتدينيش سعادة، انت ما فيش اي تواصل ما بيننا اساسا. انا ما اعرفكش شخصيا عشان اتغير في حاجة معينة علشانك انت، وتغير ايه وانت بتكلمني بطريقة مش محترمة. فانتوا يا جماعة اللي بتقدروا نفسكم، ما تخلوش العفن ده يدخل حياتكم ويغيرها ويخلوكم مش واثقين في نفسكم. خلوا عندكم ثقة في نفسكم، وان انتوا لا انا ما عنديش وقت، سوري، انتي صاحبتي بقالك 3 سنين ولا بقالك 10 سنين صاحبتي، بس انتي اليومين دول انتي عمالة بتتريقي على شكلي، بتتريقي على طريقة كلامي، بتتريقي على لبسي. هو انتي بتزودي لي ايه؟ ولا حاجة. انتي كده دلوقتي ما بتزودليش اي حاجة، خلاص اطلعي بره حياتي. ليه؟ علشان انتوا لازم تخلوا حواليكوا الناس اللي بتزودكوا ثقة، بتزودكوا نجاح، بتزودكوا معلومات، بتزودكوا في حاجة في حياتكم. ناس بتقعدوا معاهم بتتعلموا حاجات بتساعدكم في حياتكم. فاحنا الناس اللي هي انا بعتبرها عفن دي هنرميها من حياتنا خالص. فال 24 ساعة اللي الناس بتقضيها وهي زعلانة من ناس تانية بتحكم عليها بتبقى 24 ساعة جحيم. بيناموا وبيصحوا متضايقين، مظلومين، مقهورين، وانتوا مش ذنبكوا اي حاجة في دي. مش ذنبكوا ان حد ما تعلمش وما ترباش، يعني مش ذنبكوا ان واحد ما ترباش. ليه ذنبكوا ان واحد ما ترباش؟ ما هو واحد ما ترباش، خلاص نرميه ونركز على حياتنا. تالت شخصية بقى اللي هي بتقضي برضو نفس ال 24 ساعة، اللي الشخص الناجح وبيركز على نجاحته وبيعيشها، والشخص اللي مش واثق من نفسه وبيتعرض لكلام جارح بيعيشها. هو برضو في الشخص بقى اللي هو اللي بيقضي ال 24 ساعة دي لكره الناس. تخيل بقى الشخص ده بيصحى ازاي. الشخص ده بيصحى وهو ضميره اسود، يعني ضميره متألم وقلبه اسود، قلبه اسود. بيصحى كده قدام المراية متعصب متنرفز، صباح الخير، صباح الزفت، ازيكم، قرف، مقروف، مش كويس، الدنيا وحشة، الناس وحشة. يفتح الكومنت، يفتح السوشيال ميديا، ايه القرف اللي هي عاملاه ده؟ بقولك ايه، بطلي القرف اللي انت بتعمليه ده وروحي شوفي نفسك كتك القرف.
بقول لك ايه، هو انت فاكر ان ده صوت؟ بقول لك هو ايه الاكل المعفن ده؟ هو طول حياتهم قاعدين ال 24 ساعة. هما طبعا مفيش حد بيقعد 24 ساعة لأن احنا بننام يعني في ال 24 ساعة دول، بس هما قاعدين طول اليوم متعصبين متضايقين عشان هما كارهين نفسهم. ازاي هيحبوا غيرهم؟ يعني أنا لو أنا كاره نفسي ازاي هحب غيري؟ أكيد هكره غيري. هما قاعدين كارهين نفسهم، ومش بس كده، مش كارهين نفسهم وساكتين على ان هما فاشلين، لا، هما كمان بيدخلوا يتريقوا على الناس ويكلموهم بطريقة وحشة. وكمان مؤخرا بقى، وده مش مؤخرا بس بقيت بلاحظ بيه، ان في ناس بتتريق على ناس بحجة الدين. يعني مثلا يقول لك روحي يا بنتي، روحي يا بنتي، ايه اللبس القرف اللي انتي لابساه ده؟ يا انتي انسانه مهزأه واهلك مهزئين وانتي ما تربيتيش واهلك ما تربوش وانتوا عيله زباله، ويفضل يشتم باسم الدين. يعني هو بينصح كده نصيحه باسم الدين. فتخيل ان شخص المفروض لو انت هتمسكها بالدين، انت ازاي منافق كده؟ ازاي منافق لدرجه ان انت لو انت شايف مثلا ان في شخص يعني مثلا ولد بيشرب خمرة، نخليها ولد بيشرب خمرة أو شخص بيشرب خمرة، أنا عايزة أنصحه، هقول له إيه القرف ده يا إنسان يا صايع يا حيوان، الإسلام يا كافر معلمناش كده، هنقول له كده؟ هل إحنا كده بنكلمه بنية الدين؟ إحنا الدين علمنا إيه؟ النصيحة ليها احترامها. النصيحة، حتى النصيحة ما ينفعش تجرح بيها اللي قدامك. لما تطلع النصيحة هيكون ما بينك وما بينه، يعني شوف كمان ما بينك وما بينه، مش في الكومنتات لأن ده جبن. يكون ما بينك وما بينه بتنصحه بشكل لين لدرجة إن الشخص اللي قدامك ما يحسش بنقطة بس جرح، عشان ما تجرحش اللي قدامك. شوف النصيحة في الإسلام إزاي تقوله بشكل محبب. يعني أنا خايفة عليك عشان كذا 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 كذا، وياريت تقبل مني نصيحة. والشخص اللي قدامك مثلا نقول ان هو بص، هو عامة الناس هتحترم النصيحة اللي بالشكل ده، بس ده مش معناه ان احنا برضو نروح على كل الناس بقى النصايح نصايح نصايح. يعني لازم نعمل برضو بنفسنا. يعني مثلا ما كنتش واحدة ما بصليش وبكذب وبنافق وبتكلم على غيري واقوم رايحة اقولك لا روحي بقى تغيري في الحتة دي وبتاع. لا، لازم اركز على نفسي الاول واخلي نفسيتي كويسة واخلي نفسي انسان احسن، وبعد كده لما اعمل النصيحة اقولها بطريقة كويسة جدا جدا بدرجة ان انا ما اجرحش اللي قدامي. والشخص اللي قدامي ليه خيارين، يا ان هو يحاول يغير نفسه في النقطة دي، يا اما هو مثلا مش مستوعب نصيحتك او عايز يعمل بنصيحتك بس حاسس ان هي هتاخد وقت معاه، او هيحاول او هو شايف ان لا انا اللي بعمله مثلا مش غلط. بيكون في كذا سبب ان الشخص مثلا ما بياخدش بالنصيحة في نفس الوقت، لان احنا بشر في الاول وفي الاخر ومفيش حاجة بنقدر نبطلها مرة واحدة. ولكن خلاص لو هو مثلا ما خدش بنصيحتك، انت كشخص سوي المفروض تسكت خالص. خلاص، كل اللي عليك تدعي للشخص بالهداية، يا رب يهديه، يا رب يهديني، يا رب يهديني واهديه، يا رب قربني ليك وقربه ليك. ده اللي عليك ان انت تعمله. ولكن اللي انا بشوفه بقى ده في كومنتات سلبية، روح شوف نفسك، ويكفروا الناس ويتريقوا على الناس باسم الدين، ده مش تدين. ده مش تدين، وانت كده انسان فقدت الاحترام وفقدت، يعني اهم حاجة يا جماعة، بص الكرامة والاحترام دول هما اللي بيعملوا الشخص. فانت فقدت ان الشخص التاني ده ممكن يحترمك، فانت كده تخيل ان انت كده ما بقالكش قيمة، ما بقالكش قيمة خالص، لان انت دلوقتي حد بيعاملك ان انت انسان مش محترم، يعني مالكش احترام، مالكش الطريقة اللي انا ارد عليك باحترام. فكده انت يعتبر قليل قوي، يعني انت بقيت قليل قوي ومستواك بقى قليل قوي 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 كإنسان. فال 24 ساعة اللي بيعدوا على حياة الإنسان دول بيبقوا 24 ساعة كلها كراهية في نفسه وكراهية للناس ونفاق، وحياتهم ما فيهاش أي نجاحات، ما بينجحوش، ما بيشتغلوش شغلانة حلوة، ما بيتجوزوش جوازات عدلة، ما بيخلفوش خلفة كويسة، لأن هم من الأصل
نفسهم ما غيروهوش، هم عايزين يغيروا الدنيا كلها ومش يغيروها بشكل كويس. يعني هما بيغيروها وهما بيشتموا في الدنيا ومش مركزين ان هم يغيروا نفسهم. فتخيلوا بقى انتوا كناس سألتوني يا أميرة، الناس دي في ناس حوالينا بتتريق علينا، بتتنمر علينا، بتتكلم علينا بشكل وحش. تخيلوا الناس دي عايشة كده، هل انتوا كبشر، هل انتوا كناس عندي وتابعيني هتسمعوا الناس زي دي؟ انا بقول لكم يعني كأني كده بقول لكم ايه، صرصار ماشي وبيقول لكم ما تعملوش كذا كذا، هتدوسوا عليه وتعدوا، هتدوسوا عليه وتعدوا لطريقكم وهدفكم وحياتكم، صح؟ نفس الكلام، مفيش وقت. احنا كل يوم وكل عيد ميلاد بنعيشه، العيد ميلاد ده ما بيكونش، العيد ميلاد ده معناها ان احنا عمرنا بيقصر، خلاص عمرنا بيقصر، الدنيا بتفوت. سنة 2020 عدت وسنة 2023 هتعدي بسرعة، السنين بتاعتنا بتعدي بسرعة جدا واحنا بنكبر في السن. بعدين هنتسأل عملنا ايه في شبابنا، سعينا في ايه، تعبنا في ايه. سيبك من ان انت بتتسأل، طب انت قدام نفسك انا عملت ايه؟ انا قعدت طول السنة مثلا عمالة بهتم بكلام ده، انا بتشكل، شخصيتي بتتشكل على حسب كل واحد مستني مني ايه. في ناس مستنية مني ان انا اشتغل في فيلد معينة، في ناس مستنية مني ان انا شخصيتي تبقى بكذا كذا، في ناس مستنية مني ان انا احب الاكل اللي نوعه كذا كذا. هتفضل تركز في كلام الناس وهما ملهمش اي قيمة؟ يعني ما هو اللي بيفرض عليك حاجة يبقى هو ملوش قيمة لنفسه، هو شايف ان ملوش قيمة لنفسه ومفيش قيمة، فبيحاول يفرض عليك حاجة علشان يعمل لنفسه قيمة. فانت هتديله قيمة زي دي؟ مش هتديله قيمة زي دي. ليه؟ عشان انت وراك حاجات تانية تعملها، انت وراك اهداف تانية تعملها. قوموا اسعوا، اصحوا الصبح، ارموا اي سلبيات كده، بصوا انتوا مش شايفينها، ارموها كده. يعني هتقول كلام سلبي انا مش سامعاك، اطلع برا حياتي، اطلع برا حياتي، خلاص. غيره هيجي شخص كويس بيحترمك بيقدرك بيديك قد ما قيمتك انت لنفسك. الناس السلبية ارموها من حياتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. مفيش حد صح في الدنيا على فكرة، مفيش حاجة اسمها صح، مفيش حاجة اسمها مثلا ذوق الأكل ده هو الصح، مفيش حاجة اسمها مثلا العلاقة الزوجية دي هي العلاقة الصح. يعني مفيش مثلا حاجة هي ازاي ترضى بكده، محدش ليه دعوة بأي حاجة، احنا ملناش دعوة بأي حد، انت مالكش دعوة بغيرك. ما تركزش في حياة غيرك، ما تركزش في حياة غيرك وتفكير غيرك وغيرك بيحب ايه، كل واحد ليه ستايله. وانت برضو ذات نفسك، انتوا يا جماعة ما تركزوش ايه اللي يعني ما تركزوش ايه اللي هيعجب غيري، او ما تركزوش تعجبوا غيركم. ما تقلقوش ان انا لو عملت كذا كذا هل غيري هتقبله ولا لا. مش لازم غيرك يتقبله، غيرك مولود في بيئة مختلفة، في ثقافة مختلفة، في طريقة تفكير مختلفة، في اهداف مختلفة، في احلام مختلفة. ده مش معناه ان شخص غيري ده شخص مش كويس، ولكن ده معناه ان غيري ده عايش بمبادئ معينة وعايش بطريقة معينة، انا هحترم طريقته طالما هو يعني ما بيتدخلش بطريقتي، ما بيتريقش عليا، انا هحترم طريقته، هحترم طريقة عيشه. بس انا كمان ليا شخصيتي وليا مبادئي وليا اهدافي واحلامي، فما تجبرنيش اعيش طريقتك وانا مش هجبرك ان انت تعيش طريقتي. في مثلا واحده تكون متجوزه يقول لك فهي مبسوطه بجوزها، فيقول لك هو الجواز ده يعني حاجه انتوا عملتوها، يعني حاجه يعني نجاح؟ ما يعتبرش نجاح الجواز ده. اتكلمي عن واحدة درست كذا، اتكلمي عن واحدة خدت ماستر ديجري ولا خدت دكتوراه ولا واحدة فتحت شركة. اتكلمي على واحدة، هو ده النجاح. مش النجاح زواج، لا، النجاح اي حاجة انت بتحاول تسعى لها، هو ده النجاح. انت اللي بتحدد ايه النجاح بالنسبة لك. انا ممكن مثلا النجاح ان انا نمت كويس، ان انا بنام كويس في حياتي، انا كده انا حاسة ان انا مبسوطة بحقي، انا حتى مبسوطة. ممكن النجاح بالنسبة لي ان انا مثلا الناس اللي حواليا كلها ناس بتحبني وبتتمنى لي الخير، وانا نجحت ان انا الاقي الناس دي. ممكن النجاح بتاعي يكون في الجواز، ان انا متجوزه جوازه كويسه. ممكن النجاح بتاعي يكون الخلفه، ان انا خلفت حد وبركز معاه ان هو يطلع انسان سوي وكويس وانسان مش متدمر نفسيا.
ممكن النجاح ده بالنسبة لي يكون دراسة معينة، سفر مثلا في بلد معينة. ممكن النجاح ده كل واحد بيحدد ايه هو النجاح بالنسبة له. ما تحددوش لحد وما تحكموش على حد وما تقولوش لحد يعمل ايه ولا ايه هو النجاح ولا ايه هو الذوق. كل واحد ليه ذوق مختلف. ما تستنوش من حد ان هو يبقى شبهكم. كلنا لازم نبقى مختلفين عشان كلنا لازم نعيش حياة مختلفة علشان يكون في حياة. فاحنا هنعيش حياتنا بالطريقة اللي احنا عايزينها. وطبعا الطريقة اللي احنا عايزينها دي انا مش بتكلم لو في ديانة لأي حد، لا يعني سواء الاسلام، المسيحية، اي ديانة عامة. لو الحاجة دي مثلا مش بقول لكم مثلا تروحوا تشموا بودرة وتقولوا انا شايفة ان دي براحتي ودي حرية شخصية يعني ما تأذوش نفسكم وما تأذوش غيركم. ما تعملوش مثلا حاجة غير مشروعة اللي هو حاجة مش كويسة. انا بقول لكم عيشوا حياتكم واسعوا لحياتكم لان مفيش وقت خالص. اي خطوة انتوا خططوها لحد دلوقتي او اي نجاح انتوا عايزين توصلوا له او اي هدف انتوا عايزين توصلوا له، فكروا هو انا بعمل ايه. انا مثلا الشهر اللي فات ده عملت ايه عشان اوصل للهدف ده. لو انتوا شايفين ان انتوا من الاشخاص اللي قاعده تكتب كومنتات وحشه لناس تانية وتتريق عليهم وانت ذوقك وحش وايه القرف ده وايه الصوت ده او ايه الاكله دي او ايه اللبس ده او ايه الطريقه دي، التريقه عامه، التريقه في اي حاجه، اعرفوا ان انتوا دماغكم فاضية لدرجة ان انتوا مش هتقدروا توصلوا لهدفكم لان انتوا مخدتوش اي بروسيس، اي خطوة لهدفكم. انا مثلا عندي هدف معين ولكن انا في الشهر اللي فات ده رحت دي قلت لها ايه القرف ده، ورحت دي اتريقت عليها، ورحت لده واتريقت عليه، رحت لده حكمت عليه، رحت ده وعملت له كذا كذا. انا ما عملتش اي بروسيس لحلمي ده، انا عملت بروسيس عشان اكبر الكراهية دي. يعني البروسيس والخطوات اللي انا خدتها في حياتي والسعي اللي انا سعيته، تخيلوا حد بيسعى شهر او شهرين او سنة او سنين من حياته بيسعى بس في الكرة، هلاقي كرة. هو بيسعى للكرة هلاقي كرة. فكروا الشهر اللي فات ده انتوا عملتوا ايه؟ هل نمتوا وما عملتوش اي حاجة وركزتوا على الناس السلبية وما خدتوش اي خطوة عشان بكلمة ان هو ما انا ما خدتش خطوة عشان الناس بتتريق عليا، عشان الناس بتتريق عليا على الناس؟ لا. فكروا انتوا عملتوا ايه في الشهر اللي فات لهدفكم ده. ما تلوموش الناس، لوموا نفسكم. تلوموا نفسكم ليه؟ عشان انتوا اللي بايديكم ترموا الناس دي بره حياتكم. ارموا الناس دي بره حياتكم، ارموها كده، ارموها ويسعوا لهدفكم. خلاص انتوا كده لو في هدف كده ما تبصوش هنا، ما تبصوش هنا، بصوا هنا. انا شايفه الهدف ده صح، انا شايفه الهدف ده هو اللي هيغير لي حياتي كماديا نفسيا بدنيا اي حاجه. الهدف ده هيغير لي حاجه معينه في حياتي. انا مش هبص هنا للشخص اللي بيكلمني بطريقه سلبيه، وانا مش هبص هنا للشخص اللي فاكر ان لا هدفي بلاش الهدف ده، ما تخلينا في هدف كذا كذا، لان هو ملوش الحق ان هو يقول لي ايه الهدف وايه النجاح، وملوش الحق ان هو يقول لي حاجه اساسا عن حياتي انا اللي انا عايشها. انا هبص هنا ومش هبص للناس اللي بتستقل بيا. انا هفضل ماشيه كده، وفي الطريق وانا ماشيه كده الناس اللي شبهي، الناس اللي بتحترمي، الناس اللي بتقدرني هاخدها معايا في الطريق، وهنفضل ماشيين كده. هاخد الناس اللي انجح مني واللي اذكى مني واللي اشطر مني هاخدها معايا في الطريق. هيطلعوني اسرع وهيطلعوني وانا بقيت اوضح من هدفي. انا ماشيه كده في نهايه الطريق كده مستقيمه كده لدرجه ان انا خلاص على الهدف على طول هوصل له. ولكن لو انا هدفي هنا بس ببص لهنا وابص لهنا، بمشي كده وكده وكده، عماله بخبط من هنا لهنا 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 لهنا، عشان عماله بخبط ما بتحركش، عشان بخبط من الشخص ده للشخص ده للشخص ده وبعمل قيمه للناس ملهاش قيمه، ما بتحركش ومش هتحرك. تلاقيني قاعده عماله بتخبط وقع، تخبط وقع، تخبط وقع، اتخبط وقع، واخد خطوه وارجعها 10 عشان بتخبط، عشان ببص على ناس بتحكم عليا وبتقولي كومنتات سلبية، عشان ببص لناس ملهاش قيمة لنفسها، ناس حياتها وحشة، هي نفوسها وحشة، ناس وحشة، هنبص عليهم ليه؟
هنبص لنفسنا، هناخد معنى يعني. شوفوا الدنيا دي فيها كام انسان عايش في الحياة دي كلها. خلاص هي مريم اللي معاك ولا سارة اللي جنبك ولا هي هم دول اللي خلاص مفيش منهم في حياته؟ ارموهم وشوفوا مين اللي فعلا بيقدروكوا، مين فعلا اللي هيطلعوكوا فوق، مين اللي هيوقعوكوا لتحت. اللي هيوقعك لتحت هم الناس اللي انت هتركز معاهم، اللي هم حقودين وغلاويين وكارهين حياتهم ومش عارفين يوصلوا لهدفكم وعايزين يوقعوكم. ما تركزوش عليهم. ده انا كأميرة ما بهتمش بكلام الناس، اي كومنتات سلبية بمسحها. في ساعات بقى بنشر نوع من كومنتات مش عشان انا زعلانة، عشان الموضوع بيكون مضحكني بشكل اللي هو انت شخص عبيط تافه لدرجة ان انت سايب حياتك وجاي تتكلم عن حياتي انا. يعني انت عملت ايه في حياتك اساسا، ولا وصلت لايه عشان تيجي تتكلم عليا انا؟ فبيكون بنية التريقة، ولكن انا في الاصل بمسح الكومنتات. الناس اللي بتتريق عليا مثلا لو كانوا صحابي والله ارميهم ولا تسوولي اي شيء. سلامتي النفسية والصحية اهم منكم. انا اولا، انا اخترتني، انا اولا راحتي النفسية. اللبس اللي انا لابساه عاجبني، طريقة الكلام اللي بتكلمها عاجباني. لو انا مش عاجباني مش لازم، يعني لو انا مش عاجباني مش لازم اقول انا مش عاجباني وانا هغيرها. لا، لو انا حاجة مش عاجباني انا هعرف امتى اغيرها، هعرف ان انا باخد بروسيس مثلا مع نفسي، مش لازم اقولك عليها. الحاجة اللي انا عايزة اغيرها انا اغيرها عشان نفسي. فانا بهتم بنفسي، انا براحتي النفسية. انا عيشوا زي ما انتوا تعيشوا، كلوا اللي انتوا عايزين تاكلوه، زوروا الناس اللي انتوا عايزين تزوروهم، زوروا البلاد اللي انتوا عايزين تزوروهم، حبوا، اتجوزوا من الشخص اللي انتوا عايزينه. انا ماليش دعوة. انا دي اعلى راحة نفسية وصلت لها، ان انا ماليش دعوة بالناس. عيش كما انت، عيش لحياتك انت، طالما ده اللي بيساعدك عيش اللي انت بتعمله. بس كده. خلصت، واشوفك في فيديو جديد، وبحبكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديو جديد.